ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نعمل ونجهز لحاجات رمضان. وزي ما انتوا شايفين الأسعار بقت غالية جدا، وممكن اللي احنا نجيب الحاجة ونعينها عندنا الشهرين دول مش هيحصل لها اي حاجة، علشان الحاجة هتبدأ تزيد كمان على رمضان. ويلا بينا نبدأ في الحاجات بتاعة رمضان. وأول حاجة هي الكحك. عندنا مقاديره سهلة وبسيطة، وطبعا أسعاره هتبقى غالية جدا السنة دي. ممكن اللي احنا نعمل كل حاجة في البيت بحاجات بسيطة خالص. هنبدأ ان احنا نجيب كيلو من الدقيق ويكون مخصوص للكحك، وعندنا 750 جرام ملبن، ممكن اللي انتي تحشيه عجوة عادي. وعندنا معلقتين كبار من السمسم، وعندنا معلقتين كبار من السكر البودر، وعندنا معلقة كبيرة من ريحة الكحك، وعندنا كيس بيكنج باودر، وعندنا 650 جرام سمنة. انا مستخدمة سمنة جنة على بلدي جاموسي. اول حاجة هنبدأ ان احنا نجيبها اللي هو الملبن، وهننزل عليه بمعلقة من السمسم وعليه معلقتين من السمنة السايحة. وطبعا انا اول حاجة هجهزها اللي هي الملبن. طبعا هفضل ان انا اقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، وهعمله كور كده قد البندقة الصغيرة كده، وهجهزه الاول واحطه على جنب. وبعد كده هبدأ ان انا انزل بقى بالمكونات بتاعتي. طبعا عندنا ربع معلقة صغيرة من الملح او نص معلقة، شوف انت بتحب الملح يكون ظاهر او مش ظاهر. وعندنا كيس بيكنج باودر، وعندنا معلقتين كبار من السكر البودر، وعندنا معلقتين كبار من السمسم او نص كوب سمسم، وعندنا 650 جرام سمنة تكون خارجة من التلاجة. زي ما انتوا شايفين بدأت اخلط كل المكونات الجافة على بعض، وبدأت اللي انا احط السمنة، وبدأت اللي انا اقلب كل المكونات في بعض. زي ما انتوا شفتوا سمك العجينة عاملة معايا زي المرهم كده طرية جدا، وكل ده انا شغالة بايدي مش لازم عجان. وبعد كده احتجت 3 كوبايات من اللبن ويكون سقعان طبعا، وبدأت انزل دفعة ورا دفعة لحد ما العجينة بقت معايا بالشكل ده كده. بدأت اخد قطعة منها، لقيت العجينة مش بتشقق معايا، يبقى ده قوامها المظبوط. ما بتنزلوش باللبن مرة واحدة، ممكن دفعتين 3. ده الملبن اللي انا حضرته في الاول، ودي العجينة بتاعتي. هبدأ بقى اللي انا احشي الكحك معاكم. بجيب قطعة كده من العجين قد الليمونة، وبقفل كويس كده زي ما انتوا شايفين عشان الملبن ما يخرجش من الكحكاية. واهم حاجة نوع الملبن يكون للحشو، وتجيبوه من حد موثوق منه، مش يكون ملبن للأكل، علشان ما يخرجش من الكحكاية ويبهدلك الدنيا. بدأت اكورها معاكم واقفلها كويس اهم حاجة. ودي بصامة الكحك او الطباعة بتاعت الكحك، بنشتريها من اي مستلزمات حلواني. وببدأ اللي انا اخد قطعة تانية اهو من العجين، واحط الملبناية اللي انا مكوراها دي قد البندقة كده. وزي ما انتوا شايفين بدأت اقفل كويس جدا. حاجات سهلة وبسيطة خالص. ومن كيلو هنعمل 2 كيلو كحك بحق 2 كيلو هتشتريهم من برا، مش هتكلفيه زي برا خالص، واطعم واوفر بكتير. وزي ما انتوا شايفين ودي نفس نتيجة الكحك الجاهز بالظبط. وكده بعد ما خلصت طبعا هدخله الفرن على حرارة 170 في الرف الاوسط،
ولو عندك فرن غاز يبقى احلى كمان. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بعد 40 دقيقة على نار متوسطة، شايفين لون الكحكاية ما شاء الله زي الجاهز وزي اللي بنشتريه من بره. الكحك ده انا مش ضايفاله اي خميرة خالص، وده دليل على نجاح الكحكاية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله في منتهى الجمال. يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل بتاعكم وتعملوا اشتراك للقناة علشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله، وتدعموني وتشجعوني. شايفين الكحكاية وشايفين شكلها ما شاء الله في منتهى الجمال. لو جربتوا الطريقة دي عمركم ما هتشتروا تاني كحك من برا، وبحاجات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. ولو مش متوفرة بحق نص كيلو بس من الجاهز هتعملي 2 كيلو كحك. بدأت اقطع معاكم واحدة اهو علشان نشوف قد ايه شكلها من جوه مستوية خالص. الكحكاية دايبة معايا مش مستحملة اللي انا اضغط عليها خالص. شايفين الكحكاية ما شاء الله مش معجنة معايا من جوه، كلها اخدة اللون الذهبي من بره ومن جوه.